كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة عجينة القطايف. لو جالك ضيوف فجأة في رمضان وما عندكيش حلو، بكوباية دقيق واحدة هنعمل عجينة القطايف، طبق قطايف كامل بطريقة سهلة وبسيطة، والمقادير موجودة في كل بيت. هننخل كوباية دقيق كويس جدا، وهنحط عليها هنحط عليها نص معلقة صغيرة خميرة فورية، معلقة سكر صغيرة، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة حليب باودر، لبن بودرة. ونقلب المواد الجافة كلها على بعض، وممكن نستغنى عن حليب البودرة، وذرة ملح. عجينة القطايف أساسها الدقيق والخميرة والمية بس. وعشان نضيع ريحة الخميرة، متبقاش ريحة الخميرة زهرة، هنحط شوية صغيرة من الفانيليا السايلة، أو نص معلقة صغيرة فانيليا باودر. وهنقلب المواد الجافة كلها مع بعض، وهننزل بالمية تدريجي حسب نوع الدقيق بتاعك. انا كوبايه الدقيق ديت خدت معايا كوبايه ميه، كوبايه وربع ميه بالظبط. ممكن الدقيق بتاعك ياخد كوبايه الميه بس، ممكن ياخد اقل من الكوبايه. هننزل بالميه واحده واحده ونقلب لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. وقوام عجينه القطايف زي عجينه الزلابيه، عجينه خفيفه. انا خلصت كوبايه الميه، ونزلت بربع كوبايه كمان حسب الدقيق بتاعك. هنقلب كويس بمضرب السلك او حتى بالمعلقه لحد ما الدقيق والخميره يدوبوا في الميه، خلاص يدوبوا كويس جدا بس. وهوريك ازاي نوصل للقوام المطلوب. شايفين العجينه خفيفه ازاي؟ هنعرف ازاي بقى ان هي كده خلاص وصلت اللي احنا عايزينه. هنجيب معلقه ونشوف العجينه، شايفين العجينه خفيفه ازاي؟ وهنعمل خط على ظهر المعلقه بصبعنا كده. لو الخط ملمش، العجينه ملمتش، يبقى كده تمام. الخط زي ما هو يبقى هو كده القوام المطلوب اللي احنا عايزينه. لو العجينه لمت على الخط، يبقى لسه عايزه شويه ميه. وبقى دي خطوه مهمه جدا، لازم نصفي العجينه بالمصفى السلك، عشان لو في اي تكتلات او كلاكيع ما تبوظت معانا شكل القطايف. شايفين بعد ما صفيناها؟ شايفين التكتلات اللي فيها؟ فدي خطوة مهمة جدا، ان انت لازم تصفي العجينة. وبكده خلاص خلصنا، سهلة جدا وبسيطة. هنسيبها بس ترتاح 5 دقايق. العجينة مش بتتخمر، ما ينفعش تتخمر، يا دوبك بس هتولعي على الطاسة النار وتحضري حاجتك وتشتغلي فيها على طول. وهنجيب اي حاجة ليها بوز كده، دورق، براد، اي حاجة عندك ليها بوز، على درجة حرارة متوسطة. وهننزل بالعجينة، شايفين؟ وهنسيبها لحد ما تعمل فقاعات. شايفين بدأت تعمل فقاعات على الوش ازاي؟ كده عجينة ناجحة جدا، فقاعات مش كبيرة. هو ده القوام المطلوب، هو ده القوام الصح لعجينة القطايف. شايفين؟ بس لحد ما اللون الابيض ده يروح. شايفين بدأت تصفر ازاي من على الجناب؟ شايفين؟ لسه كده لسه، لحد ما تبدأ لون العجينة يتغير خالص معاكي. هي كده استوت، سهلة جدا. وهنطلعها من غير ما ندهن الطاسة بأي حاجة. أهم حاجة تكون الطاسة عندك ما بتلزقش. شايفين لونها؟ هو ده اللون المطلوب، علشان لو حمرتيها أكتر من كده هتشرب معاكي زيت لما تيجي تقليها. ولو عايزة تعملي كمية أكتر هتضاعفي طبعا الكمية، بدل الكوباية كوبايتين أو 3 هتضاعفي كل الكمية. وتحفظيها في الفريزر ازاي؟ تحشيها الأول وبعدين تحفظيها وهي محشية ومقفولة. شايفين من كوباية دي طالعة معانا قد ايه؟ طالعة طرية جدا وطعمها حلو قوي زي الجاهزة بالظبط. شايفين اتقفل ازاي؟ وان شاء الله في فيديوهات تانية هوريكم كذا طريقة للقطايف. يعني ده شكل واحد للقفل القطايف، زي شايفين الشكل ده يتحشى مثلا كريمة، شوكولاتة، الحشو اللي انت عايزاه. وفي شكل تاني انا بحبه جدا برضو، بعمله زي شكل المركب كده. بصوا بقفل الجنبين، من جنبين من هنا وجنبين عكسهم كمان، تبقى شبه المركب. دي بقى بتتقلى وهي فاضية كده الأول، وبعدين تتحط في العسل، وبعدين تتحشى كريمة، تبقى طعمها تحفة وشكلها حلو جدا. هوريكم تاني برضو طريقتها. بصوا بقفل من الحرف نص قفلة، وبعدين الحرف المعاكس ليه، تبقى شبه النجمة كده أو المركب.
وممكن كمان تكبري حجم القطيفاية اكبر من كده ونحشيها لحمة مفرومة، يبقى نوع حادق كمان. او جبن، مشكل جبن، جبن وزيتون، جبنة تركي وبسطرمة، يعني تعمليها بكذا طريقة، حلو وحادق. يا رب الفيديو يكون عجبكم، مستنية رأيكم في التعليقات. رمضان كريم عليكم، كل سنة وانتم طيبين. اشوفكم الفيديو اللي جاي على خير ان شاء الله.